خوتي خواتاتي العائلة الكريمة، مرحبا بكم في فيلم جديد وسيناريو جديد. ولكن قبل ما تنساوش ديروا لايك واشتراك، ويلا بينا نكتشفوا السيناريو ديال الفيلم الجديد. قصتنا اليوم تتبدا مع واحد المجموعة ديال السياح اللي توصلوا لجزيرة مجهولة وكدار فيها طقوس غريبة بزاف، ولسوء الحظ هاد الطقوس تتسببوا في موت بزاف ديال الناس. في اول مشهد كنتعرفوا على كريستين ونيل، وكنفهموا انهم مزوجين عاد جداد وتيقرروا يسافروا لجزيرة في تايلاند باش يدوزوا شهر العسل تما. وتا واحد فيهم ما عارف المخاطر اللي تتسناهم في هذه الجزيرة. تيكونوا فرحانين بزاف بالمناظر الطبيعية اللي حداهم وكل شيء كيبان غادي مزيان، حتى كريستين كتنوض واحد النهار تتبدا تغوت من الألم، وكتحسس ان الجسم ديالها كامل تيوجعها، وكتلقى البيت كامل مغبر وعامر بالرملة، وهي لابسه واحد السنسله غريبه ما عرفتهاش منين جات ولا تفوق شراتها. كتلقى نيل طايح في الارض كتحركو وكتحاول تفيقو، لحقاش المفروض ان عندهم طياره باش يرجعوا لدارهم هاد النهار، واذا تعطلوا غير شويه الطياره غادي تضيع عليهم. وحتى نيل ملي تيفيق ما تعرفش كيفاش وصلوا بجوج لهاد الحاله، والتفسير الوحيد اللي كان عنده منطقي هو انهم شربوا بزاف البارح وما كانوش مركزين شنو كانوا تيديروا. في هذا الوقت اللي هما تيتوجدوا باش يخرجوا، يكتشف التلفازه خبر ان واحد العاصفه قويه وخطيره غادي تضرب الجزيره في واحد الساعات قليله. الارصاد تتنصح الناس باش يبقاو في ديورهم وما يتحرك حتى واحد من بلاصتو، وهنا تيتقلقوا بجوج وتيحاولوا يوصلوا للمطار قبل ما تجي العاصفه وتسد الطرقان. شويه وسط الطريق مول الطوموبيل تيوقفهم، تيحطهم وتيقول لهم بلي ما يقدرش يكمل بهم حيت كاين واحد المهرجان كبير في البلاد غادي يدار وغادي تسدوا الطريق وما يقدرش يدوز بالطوموبيل. هنا تيديروا مجهود وتيكملوا حتى المطار على رجليهم، وباش يوصلوا للجزيره الثانيه خاصهم يركبوا فلوكه في البحر. ولكن كريستين تتصدم ملي تتعرف بلي نسات التليفون والبزطام ديالها في البطاقات كاملين في الغرفه ديال لوطيل، وما تقدرش تسافر بلا بطاقه بطبيعه الحال. الموظف اللي تما تتقول لي ان بزاف ديال الفلوكات غادي يجيو من بعد واحد ساعتين د المكانه، وبالتالي كاين حل انهم يرجعوا للفندق ويجيبوا المسائل اللي نساوها. فاش تيوصلوا للفندق باش لهيو راسهم تيشعلوا التلفازه، ونيل تيتبارطاجي التليفون ديالو باش تفرجوا في الفيديوهات اللي كانوا داروا في الجزيره. واحد الدقيقه تيبان لي واحد الفيديو طويل فيه علين ساعه د المكانه، وحتى واحد فيهم ما عرف وقتاش تصور ولا كيفاش. يتحمسوا وتيبداو يتفرجوا فيه باش يفهموه اكثر. تيكتشفوا انه هما اللي تصوروا داك الفيديو، والبارح بالليل هما سكرانين وما فوعيهمش نهائيا. الصدمه الكبيره هي منين كتطلع في الفيديو واحد البنت سميتها ماضي خدامه في ديك البلاصه فين كانوا تيشربوا، وباين فيها تتحط لهم شي حاجه تما في الماكله بلا ما يحسوا، وهما تياكلوا كل شيء قدامها عادي. والاغرب من هذا الشيء كامل هو ان ماضي هي اللي كتلبس لكريستين ديك السلسله اللي لقات في عنقها. ملي فقت كيتصدموا ملي تيشوفوا وتيحتاروا وما كيبقاو فاهمين والو، وتيقرروا يكملوا الفيديو. ربما يبان لهم الشرح ديال هادشي اللي تيوقع، وفجاه تيشوفوا راسهم في الجرده ديال الدار وهما تيدابزوا بيناتهم. والمصيبه ان نيل تيخنق كريستين حتى تيقتلها وتيحفر لها وتيردمها في ديك البلاصه في الجرده. بطبيعه الحال كريستين تتكون مصدومه، كيفاش هي ميته وقتلها وردمها وهي باقيه بالحياه حداه، وكيفاش هي ماتت في الفيديو وهي واقفه دابا. من كثره الخوف والتوتر كتدخل تتسد على راسها في الطواليت وتتقعد تفكر في كل شيء داكشي اللي شافت في الفيديو، وكتخلق اكثر ملي كتلقى واحد الضربات في عنقها في نفس البلاصه اللي كانت تشوف في الفيديو انه تيقجها. تتحيد السلسله تتلوحها بسرعه وما عارفاهاش شنو تدير، وملي كتشدها الحاميه وتتحيد ديك السلسله وترميها كتولي كتقي واحد السائل اسود وغريب، وكتأكد ان كاين شي حاجه ماشي عاديه، وهذا الشيء اللي واقع ماشي طبيعي نهائيا. منين نيل كيسمعها كتغوت تيتخلع عليها، تيفرع الباب وتيدخل عندها، تيحاول يديها وكيشوف ان حالتها خايبه بزاف، وخصوصا تيقول ان خاصها تمشي تشوف الطبيب. تمشي تدق على الجيران اللي حداهم، كتخرج واحد السيده سميتها سام ومعها بنتها الصغيره ناتالي. كتحاول سام تهدي كريستين، وفي نفس الوقت تنشوفوا ان البنيته ناتالي تتعجبها السلسله بزاف، تتشدها وتتعاود تلبسها لكريستين في عنقها. سام كتعطيهم عنوان واحد الطبيب قريب فعلا كياخذ نيل مراسو وتيمشيو عنده. كريستين تتبدا تحكي ليه داكشي اللي وقع بالتفصيل، حتى الفيديو اللي شافات، كيفاش ماتات، كيفاش دفنت. والغريب ان الطبيب تيرد بهدوء كيطمئنها وتيقول ليها انها غير مرهقه وتتشوف الهلاوس وتتخيل امور
ما كايناش، وزيد عليها التأثير ديال الكحول اللي شربوا البارح. هاد الهضره كترتاح ليها شي شويه وكيبدا نيل حتى هو يقتنع. في هاد اللحظه كريستين تطلع تشوف مسترجم، تشوف شي دراري صغار تيلعبوا، عيونهم مغطين بواحد الماسك كحل وواحد شراوط كحل. الطبيب منين كيشوفها مازال متوتره تيعطيها واحد الدواء وتيقول لها شربوا باش ترتاح، ولكن كريستين تترفض تشرب اي حاجه وتتخرج مع نيل بالزربه من هذيك العياده. ومن كثر هاد العيا كيمشيو يجلسوا في واحد المطعم حدا البحر باش ياكلوا ويرتاحوا شي شويه، وفي نفس البلاصه تيشوفوا المهرجان اللي كنهضر عليه مول الطاكسي. تيستغربوا من ديك الاقنعه اللي لابسين حيت شكلهم مرعب والرقص ديالهم غريب بزاف. نيل كينتهز الفرصه تيخرج الكاميرا ديالو باش يصور كل شيء، تيقرب منهم على قد ما يقدر وتيبقى يفصل في التفاصيل بالكاميرا ديالو. في هاد اللحظه كريستين تتصدم ملي كتشوف واحد من الاقنعه بنفس ملامح الوجه ديالها، وهنا كتعرف كيفاش ولا فوقاش تصاوب. فجاه شي واحد كيسرق التليفون ديال نيل وتيهرب. نيل تيتعصب وتيجري موراه مسافه طويله وتيخلي كريستين جالسه بوحدها. في هاد الاثناء تتحس بشي حاجه غريبه، كتحيد السلسله من ثاني وكترجع تمرض كثر من الاول. كتهرب للحمام باش تقيا داك السائل الاسود مره اخرى. الصدمه الكبيره هي ملي كتشوف واحد المخلوق غريب خرج من فمها بحال شي حنش. كتفزع بزاف وكتحاول تخرج بسرعه من الحمام، ولكن تيختطفوها واحد الجماعه غريبه وهنا تيتغمى عليها. منين تترجع للوعي ديالها كتلقى راسها في بلاصه مجهوله، واقفه قدامها واحد البنت كينزل من عينها نفس السائل الاسود اللي كانت تتقيا. كتشد حقنه كبيره تتعمرها بهذا السائل وتتحقن بها كريستين. طبيعه الحال كريستين تتبدا تغوت من شده الالم وكتحس ان النظر ديالها تيضعف وما بقاتش عارفه تفرق بين الحقيقه والوهم. هذا الوقت نيل اخيرا كيلقى التليفون ديالو، تيرجع للبلاد كيلقى كريستين مرميه قدام الفندق، كيهزها بسرعه وكيبقى حداها حتى كترجع شويه لحالتها. منين كتفيق كتفاجئ بالسلسله راها في عنقها مره واحده اخرى. كتعاود تحكي لنيل كلشي اللي وقع ليها بالتفصيل من الخطف حتى الحقنا بالسائل الاسود. هنا تتولي متاكده ان كلشي مرتبط بمادي البنت اللي كانت في الفيديو. كيمشيو يقلبوا عليها في كل بلاصه وبالصدفه تيوقفوا قدام واحد المحل ديال واحد المراه سميتها كندا. تيستغربوا بزاف حيت المحل ديالها عامر بالدميات اللي مصنوعين بطريقه يدويه وباين عليهم تستعملوا في الطقوس والسحر. منين كيبينوا لكندا السلسله وتيطلبوا منها معلومات على ماضي، تتقول لهم ان هذه تعويضه تقليديه خاصه بناس الجزيره وما كيديروها غير الناس اللي تعتبروهم مهمين عندهم. ولكن كريستين ما تتقتنعش بهذا الكلام وكتحس انهم مخبين شي سر كبير. كيزيروا عليها وتيعطيوها الفلوس بزاف مقابل انها تعطاهم العنوان ديال ماضي. منين تعطيهم العنوان كتحذرهم بلي داك البلاصه خطيره وما خصهمش يمشيو بوحدهم حيت ماشي من اهل المنطقه. في اللحظه اللي تيوصلوا فيها للدوار اهل القريه كيبانوا فرحانين ملي شافوا كريستين، تيبتسموا في وجههم وكانهم كانوا مستنينهم يجيو. ومادي واقفه معاهم. نيل كيمشي يهضر معاهم وتيسولهم شنو حطات ليهم في الماكله، وفي الاخير كيعرفوا ان عندها جوازات السفر ديالهم تعطيه لهم ببساطه وتتقول لهم الا بغاو يمشيو يقدروا يمشيو. غير هما ملي تيتشبتوا باش يعرفوا الحقيقه كتعترف لهم ان اللي حطات لهم هو نوع من المخدر كيزيد الادراك البشري وتيخلي الانسان يوصل لواحد المرحله غريبه من الوعي. وهذا الشيء سبب في معاناه ديال كريستين كتعصب وكتحاول تحيد السلسله باش تردها ليها، لكن مادي كتمنعها. كتوصل لها الفكره ان الا حيدات السلسله وما بقاتش لابساها ما غاديش تقدر ترجع تلبسها مره اخرى وغادي توقع ليها مشاكل خطيره. كريستين كتلاحظ فعلا ان كل مره تتحيد السلسله الجسم ديالها تيبدا يضعف بزاف وكتزيد تصدم ملي كتلقى اهل القريه واقفين تما وتتفرجوا عليها، وهذا الشيء كيزيد يرهبها بزاف. فكتقرر تهز راجلها وترجع للفندق. من بعد تيطلبوا من سام تعاونهم باش يلقاو فلوكه توصلهم للمطار. قبل ما يمشيو نيل كيشرب واحد الكاس وكريستين تترفض تشرب اي حاجه. كيوقفوا يتسناو الفلوكه فكريستين كتشد تليفونو باش تشوف شي حاجه. كتصدم مره اخرى بفيديو جديد. هذا الفيديو نيل واقف واحد البلاصه غريبه كيهضر كيقول هذا هو النهار الاخير ومن بعد ما غاديش يقدر ينقذ حياته، ان نفس الشيء غادي يعاود يرجع كل مره. كريستين تترعب كتهز التليفون وكتجري عليه باش تحضره، وفي نفس اللحظه الصياد اللي حداهم كيقرب منه كيقول ليه واحد الجمله بصوت بشويه ومن بعد كيطعنو بالسكين حتى تيطيح في البحر. كريستين كتجلس
وتتبدا تغوت. كتمشي تقلب عليه ولكن من شدة الصدمة كيدوخ عليها راسها وتيتغمى عليها حتى هي. ملي كتفيق من بعد شوية كتلقى سام حداها كتحاول تحكي ليه شنو وقع، ولكن مع الأسف حتى واحد ما كتيقها. والأدهى من داكشي داك السيد اللي قتل رجلها واقف بعيد وتيتفرج، وهي ما عندها لا دليل لا إثبات، غير داكشي اللي تتقول. من بعد ما تتهدى شوية كتحسن مع نفسها ترجع لنفس البلاصة اللي شافت فيها الفيديو. كتبقى تعيط على نيل من كل بلاصة ملي كتلقى الجثه ديالو مرميه في الارض، ولكن من بعد شي دقائق الجثه ما تتبقاش، وكتفهم انها غير الهلاوس وانها مازال تشوف التخيلات. فجاه سام تتهز التليفون وتتعطيه ليها، وكتلقى نيل كيهضر معاها والصوت مقطع وهي ما فهماش واش باقي عايش ولا غير تتخيل عاوتاني، حيت ما عارفه شنو دير ولات غير حيره. ما بقى قدامها حل واحد اخر من غير ترجع للقريه ديال الماضي مره واحده اخرى. وسام كتعاونها وكتديها في الطوموبيل ديالها. منين كيوصلوا تيفاجئوا بالدوار خاوي والناس اللي كانوا تما اختفاو كاملين. كريستين تتبدا تجري بحال المجنونه تتقلب عليهم ما فهماش شنو تيوقع. كتلقى واحد التليفون فيكس تيبقى يصوني، تتمشي تجاوب وكتسمع واحد الصوت غريب ومرعب، شي حد تيهضر بالتعاويذ قديمه وبالتراتيل. كتشوف الجهه الاخرى كتلقى اهل القريه كاملين واقفين، وجوههم مشوهه وعيونهم ما بينات، ولكن الغريب انهم ما قربوش منها وما حاولوش حتى واحد يأذيها. كريستين تتشجع وكتقرب من وحده فيهم وكتمد يديها باش تقيس الوجه ديالها، وفجأة تيخرج واحد الغاز غريب كيضرب في وجهها، كتصاب بالألم وتتغمى عليها مرة أخرى. من داك النهار اللي وصلت للجزيرة وهي ما بقاش قادرة تفرق بين الوهم والحقيقة. الهلاوس ما خلوهاش في حالها. منين تترجع للوعي ديالها كتلقى راسها في واحد الدار صغيرة، الجسم ديالها كامل تيوجعها. كتفكر في نيل، كتقلق عليه وبغات تعرف واش باقي عايش ولا مات. في وسط هاد الحيرة كتدخل الحمام، تتبدا ترجع مره اخرى، الجسم ديالها تيترعش من كثره التعب اللي وصلت ليه، وفي النهايه من كثره الياس تتحيد ديك السلسله عاوتاني. وفي هذه اللحظه تتشوف رؤيه غريبه، كتلقى راسها راجعه للقريه من جديد، واهل القريه مجموعين عليها وجوههم مشوهه، كيديروا عليها واحد الطقوس غريبه وتيخرجوا من الشنطه اللي عندهم مخلوق غريب ومرعب. ملي كيكملوا الطقوس كيقربوا داك المخلوق منها باش يصفيها ليها، تيتعاملوا معها بوحشيه. ومن بعد كترجع تفيق وهي شويه ما فاهماش شنو واقع. كترجع تصادم مع سام وكتحس انها مخبيه شي حاجه، وكتحاول تعرف نيل فين، واش علاش، واش مات، وعلاش اتصل بها في التليفون. بعد ما تضغط عليها بزاف سام تتحاول تهديها وتتقول لها انني بخير ومخبي في بلاصه امنه ومبعد عليها حيت غايف يأذيها من بعد ما شاف الفيديو اللي كيقتل فيه مراته، وما قدرش يتقبل انه يدير هذا الشيء. كتاكد ليها سام ان الهلاوس غادي تدوز قريب، وكتقرر تبقى حداها باش تعاونها، وكتديها لنفس الطبيب مره واحده اخرى باش يكشف عليها ويشوفها شنو عندها ويعطيها شي دواء اللي ينفعها. الطبيب في الاخير تصدمها ملي كيعلمها انها حامله. واكثر حاجه تجيها غريبه ان عاد هادي يومين كانت عندها الطبيب وما قالش ليها على الحمل ديالها، فكتولي متاكده ان كاين شي لعبه خايبه في الموضوع. الطبيب تزيد يرعبها ملي كيهضر على الجنين اللي في بطنها، تيقول لها ان الشكل ديالو غريب ماشي الشكل ديال بنادم. كريستين كتهرب من العياده وهي ما عارفه فين تمشي، وتتقرر ترجع عند كندا حيت حاسه انها الوحيده اللي عارفه شنو واقع وتقدر تعاونها، حيت عندها خبره كبيره في السحر والطقوس. كتحكي ليها كلشي بالتفصيل، الهلاوس، الرؤى، اختفاء الرجل ديالها والجنين المرعب اللي في البطن ديالها. وكندا باينه كانت عارفه بزاف ديال الحوايج من قبل ولكن ساكته حيت خايفه على حياتها. من بعد تفكير كبير كندا تتبغي تعاونها وتتكشف ليها الحقيقه ان هاد القريه احفاد قبيله قديمه وديما كيديروا طقوس غامضه باش يحميوا الجزيره من الكوارث الطبيعيه والعواصف. المصيبه الكبيره انهم كل عام تيضحيوا بوحده حامله باش يكملوا الطقس، وطبعا تيختاروا شي وحده من برا الجزيره. منين جاو كريستين ونيل عطاوهم المخدر بلا ما يعرفوا، وفعلا داروا معاهم كلشي اللي في الفيديو. ونيل وهو سكران قتل مرته ودفنها، ومن بعد خداوها للطقوس باش تكون هي الضحيه. الكارثه الاكبر ان كريستين اللي كتشوف القصه اليوم هي ماشي حيه وماشي عاديه، هي واحد الروح عالقه بين جوج العوالم، وكل الناس اللي كتشوفهم حداها هما حتى هما ناس دازوا من نفس الطقوس. كندا كتألم وتتأكد ليها ان اهل القريه مستحيل يخليوها تخرج من الجزيره حيت روحها ولات مربوطه بالمكان، وطالما لابسه السلسله راها في الامان مؤقتا، ولكن من بعد غادي تختفي
وتولي بحالهم. كريستين تتحاول تبكي وترجى كندا باش تعاونها تلقى نيل يمكن تهرب معاه قبل ما يفوت الاوان. كندا كتوافق بشرط تعطيها السلسله باش تعالج بها ولدها المريض بالسرطان اللي قرب يموت، حيت السلسله فيها طاقه روحيه قويه قدرت تشافيه. كريستين وكندا تيجربوا يلقاو حل يرضيهم بجوج، ولكن فجاه يسمعوا شي صوت برا. كريستين كتمشي تخبى بسرعه، يدخل داك الطبيب نفسه اللي شافته قبل وكتصدم ملي كتشوفه تيقتل كندا قدام عينيها، وكتفهم انه حتى هو جزء من القبيله وجزء من لعبه كبيره. تشد مسدس من عند كندا وتتحاول تهرب وهي مخدره وعينيها مشوشه وما بقاش عارفه شكون تقدر تثق فيه. بالصدفه تتشوف سام واقفه حدا الطوموبيل كتنادي عليها وتتقول لها تركب بالزربه. بما ان ما عندهاش خيار اخر كتركب معها وكتحس انها اخيرا غادي تكون في الامان. ولكن في النص ديال الطريق ناتالي كتنبه ما انها الطريق ماشي طريق الدار وكتسولها فين غاديين. كريستين كتفيق وتتنتبه انهم متجهين للغابه، كيتخلع قلبها كتاكد ان كاينه شي مؤامره. منين كتهضر مع ناتالي اكثر كتعرف ان سام ماشي انسانه عاديه، كتبدا تتصرف بطريقه غريبه وتبرر ان القوه الروحيه اللي عند اهل القريه ماشي شريره. كتحكي لها انها حتى هي كانت عندها سرطان ومنين جات لهنا تعالجت بهذا الطقوس وتقدر تعيش من جديد، ولكن باش تاخذ القوه خاصها تضحي بشي حاجه كبيره وكريستين هي الثمن. كريستين تفهم ان سام ما كانتش ناويه تعاونها باش تهرب، بالعكس كانت تجرها للقبيله باش يكملوا الطقوس الاخيره. بدون تفكير كريستين تشد حزام السلامه وتتخرج المسدس وتتقتل سام. الطوموبيل تضرب في شجره وكريستين تخرج هاربه وتتحاول باي طريقه تخرج من الجزيره الملعونه. تتبدا تجري وسط الغابه والناس ديال القريه كيتبعوها وكيحاصروها من جميع الجهات، وفي الاخير كيلقاوها وتيهزوها للمكان اللي غادي يكملوا فيه الطقوس. يحقنوها مره اخرى بنفس الماده السوداء، وملي كترجع لوعيها كتلقى راسها مربوطه في عمود كبير ودايرين بها الناس اللي عرفتهم من قبل. مادي، طبيب، سام، كاملين مرتبطين بنفس الطريقة ديال الطقوس. كتفهم انهم كلهم جزء من الطقس ديال التضحية وان الدور دابا جا عليها. بالرغم من هذا الشيء كريستين تترفض تستسلم حيت حاسة ان نيل باقي قريب منها ولازم تمشي تقلب عليه. المواد اللي شربوها ليها كيبداو يأثروا على عقلها وكتشوف راسها واحد اللحظة قاعدة مع نيل حتى البحر، نفس اللحظة اللي جاو فيها اول مرة وفرحوا بالوصول للجزيرة، وتهضروا على انهم يتبناو شي طفل جديد حيث هي عندها صعوبات في الحمل. اللحظة تتحسها حقيقية وزوينة، ولكن تتفيق من الحلم وكتلقى راسها وسط الطقوس المرعبة والناس يهضروا بتعاويذ مرعبة. كتعصب كتشد قوتها وتتقطع الحبل اللي رابطها، كتلقى الحديد قدامها كتهزها وتضرب بها ماضي وتتقتل اي واحد تيوقف في طريقها حتى تتهرب للغابة. وسط الهروب كتشوف داك البنت الصغيره مره اخرى اللي كتحاول تقنعها تبقى في الجزيره، حيت اذا مشات كل شيء غادي يتهرس وكل ارواح اهل الجزيره مربوطه بها. كريستين تتحاول تقنع البنت تجي معاها، ولكن البنت تترفض حيت هي جزء من الطاقه الروحيه ديال الجزيره. ما كيبقاش قدام كريستين حل الا انها تهرب بوحدها. تتبقى تجري حتى توصل للبحر وتتلقى واحد القارب صغير تتركب فيه، تتحاول تبعد ما امكن على الجزيره. في الغد مع الصباح يبان ان الجزيره دمرات بالكامل وان العاصفه اللي ضربت ديك المنطقه هدمت كل شيء. وهكذا كتفهم ان الطقوس فعلا كانت تحمي الجزيره، ومني كريستين هربت حصل خلل ومشى التوازن اللي كانوا تيديروه الطقوس. هاد اللحظه تيبانوا الجثث اللي طرحاتهم الامواج على الشط، ومن بينهم جثه كريستين اللي ماتت حيت حيدات السلسله وفقدات الرابط مع الطاقه الروحيه وجسمها الضعيف ما قدرش يصبر. الكلام اللي قالت لها كندا من قبل تحقق بالضبط، وبعد ايام البحر رمى الجثه ديالها مع الجثث الناس الاخرين اللي ماتوا بسبب العاصفه. الغريب انه منين كتلقى الجثه ديالها في الشط كتفيق مره واحده اخرى، ولكن هاد المره ماشي انسانه عاديه، وكنعرفوا انها ولات جزء من الجزيره مربوطه بالطاقه اللي فيها وغتبقى حبيسه تما للابد. كل المجهودات اللي دارت باش تهرب خرجت بلا فائده، حيت في النهايه رجعت لنفس النقطه لنفس المكان، ولكن هاد المره كروح مربوطه بالجزيره وماشي كانسانه حره. وهنا تتسالى القصه ديالنا. وإلا عجبكم المحتوى ما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش تشوفوا معنا الجديد.